يا مساء الفل او صباح الفل على احلى جمهور حسب ما بتشوفونا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاهلاويه والزملكاويه الايام اللي فاتت دي بعد ماتش القمه طلعت شويه اخبار وشويه قصص كده، يعني اخبار مولعه. اخبار مولعه من هنا ومن هناك يعني. قعدت كوره النهارده في الحلقه دي، قاعده مظبوطه قوي. جهز نفسك يا باشا، كوبايه شاك، تعالى نرغي بقى شويه كده، ايه، نتكلم كلام كوره بقى ونشوف التصريحات اللي طلعت دي من وجهه نظر كاحنا كجمهور بقى، نفصفصها كده زي ما بيقولوا. الاهلي بقى عامل ضجه على موضوع المدير الفني الجديد. جوزيه جوميز خلاص قرب جدا على النادي الاهلي. خدها مني خلاصه. جوزيه جوميز خلاص بقى في النادي الاهلي. طبعا بعد قصه مبرونو لاج ده الموضوع وقع، والراجل عنده شخصيه قويه. ك ك بتكلم على جوميز. طبعا اشتغل في التعاون السعودي قبل كده واحنا عارفين، وعارف يعني ايه يتعامل مع نجوم كبيره. الشرط الجزائي كانت مشكله وكانت عقبه الموضوع واقف عليها، بس الاهلي خلصها يعني بنسبه 90%. بنسبه كبيره هنشوف جوميز في التتش. الخبر الثاني، نادي الزمالك يا جماعه يعني عنده وجع دماغ. عنده اقسم بالله وجع دماغ. مجلس الاداره طبعا اتلغى. لغوا الاجتماع، كان في اجتماع ولغوه. واللعيبه طبعا بتشتكي من المستحقات، وجون ادوارد لسه ما مضاش رسمي مع الزمالك، ولسه في همس ان فريرا ممكن يرجع. يعني في شويه مشاكل كده، في قلق في نادي الزمالك. في وقت ان الاهلي بيظبط طبعا الجهاز الفني بتاعه، الزمالك لسه بيدور على نفسه والمشاكل الكتيره اللي بتحصل. ومن ضمن المشاكل دي موضوع شيكوبانزا والرقصه اللي بعد ماتش القمه. يعني البني ادم ده غريب. بعد ماتش القمه شيكوبانزا طبعا نزل برقصته فيديو اللي قلبت الدنيا بصراحه. وفي ناس شافوها هزار، وفي ناس قالوا قله احترام. يعني في حاجات كتيره قوي حصلت. بس الحقيقه ان مشكلته مش الرقصه. مشكلته ان عنده ازمات مع الاداره والجهاز الفني. وضعه مش مستقر في نادي الزمالك، وبنسبه 100% هو بره الزمالك. وفي نفس الوقت السوشيال ميديا اتقلبت على الموضوع ده. هو حسين الشحات والفينا. يعني اتقال عليه انه اتنمر على اللاعب، لاعب الزمالك الفينا. وبعد كده الصوره طلعت ان يعني الشحات منزل بوست وقال انا عمري ما اتنمر على حد. الفينا نفسه كتب درس على السوشيال ميديا عن احترام المنافس، و ان ما ينفعش ده يحصل. يعني ضجه كبرت بموضوع. يعني خلاصه الموضوع، اي حركه صغيره من اللعيبه الكبيره في الملعب بتتفهم بطريقه مش كويسه. يعني ناس تقول لك ده لعيبه، هو نازل يعمل لقطه. الخلاصه الموضوع اصلا ما كانش ليه لازمه ان هو يتعمل. تريزيجيه بقى واخيرا سجل في القمه، وده اول هدف ليه ضد الزمالك. اللي لفت النظر بقى ان تريزيجيه اصر ان هو يشوط ضربه الجزاء دي. طبعا بعد اللي ضيعها في كاس العالم للانديه طبعا الجمهور قلب عليه، وما كانش فيه ثقه قوي ان هو تريزيجيه يخش يلعب اي ضربه جزاء بعد كده. حتى الشناوي اتكلم معاه، بس هو كان مصمم. طبعا الجون اللي جابه تريزيجيه من ضربه الجزاء مش ثلاثه بونت بس اللي احنا اخدناهم. لا، يعني الهدف من ان ضربه الجزاء دي تريزيجيه يحطها، ان انا عايز اسيب بصمه في النادي الاهلي، انا عملت حاجه للنادي الاهلي. فتريزيجيه لعيب كبير. طبعا الدوري مولع. يعني بعد ماتش القمه ده طبعا جدول الدوري مولع جامد. الزمالك طبعا في الصداره، والاهلي لو كسب ماتش كهرباء الاسماعيليه اللي جاي هيتصدر. بيراميدز طبعا عنده ماتشين متاجلين، هو قاعد متربص. والمصري عمال يعمل مفاجآت في الدوري. يعني بص، مفيش اريحيه كده في الدوري. كل جوله في الدوري بيتغير الترتيب، ومفيش فريق ضامن حاجه من الاخر. الخلاصه يا جماعه، الاهلي ماشي بخطه جديده مع جوميز.
قصه دلوقتي الصوره اللي ماشيه في الشباك، جوميز في النادي الاهلي، الزمالك في دوامه محتاج يظبط ويلم ورقه، واللعيبه بقى يعني قصصهم دي عامله قلق اكتر من الكره نفسها. الموسم ده خدوها مني كلمه، الموسم ده هيبقى كله دراما، ماتش ورا ماتش هتلاقي موضوع جديد. خلاصه، نتمنى نشوف دوري مولع. اكتبوا لي في الكومنتات، لو في اي حد عايز يسيب اي سؤال يسيبه لي، استنى الاشتراك. سلام.